أهلا بكم في النجم الصاعد. نجمنا لهذا اليوم هو ابن العنابي، وتحديدا الفيصلي. وعندما نذكر هذا الاسم تعود بنا الذاكرة إلى سنوات ليست بالبعيدة. كان هذا النادي يصول ويجول في الدوري السعودي. اسألوا الأهلي ماذا فعل الفيصلي في البدايات، بل اسألوا الهلال والنصر والاتحاد. ولما لا تسأل فرق الدوري السعودي عن الفيصلي؟ سيخبروك حتما أن الفيصلي كان يخشاه الكبير قبل الصغير. أما حان وقت العودة يا فخر ستير؟ أما حان وقت العودة يا كبير ستير؟ أنا أنتظرك، أعدك بأني أنتظرك. وأنت بماذا تعدني؟ هل تعتقد بأن محبيك وعاشقيك قد تخلوا عنك؟ إذا كنت تعتقد هكذا فأنت حتما مخطئ. أنا أنتظرك، أنا أنتظرك. نجمنا لهذا اليوم هو ابن الفيصلي محمد شحاري، الذي يقول عن نفسه: أحببت كرة القدم من والدي، حيث أن والدي كان يهتم بي في كرة القدم من مواليد 2009. نتعرف سويا على نجم الفيصلي محمد شحاري. في 3 مراكز أثبت اللاعب محمد طارق شحاري جدارته في ميدان كرة القدم، فهو يلعب في مركز المحور ومركز الظهير الأيسر وكذلك في مركز الجناح الأيمن. تمكن من التألق في المراكز ال3 بما يمتلك من مهارات السرعة الكبيرة والانقضاض المفاجئ والقدرة على تخليص الكرات الصعبة، وكذلك التمرير الدقيق والتسديد القوي. يجيد اللعب بالقدمين ويمتلك القدرة على المراوغة وتبادل المراكز واختراق التكتلات، مع ذكاء في التمرس بالمكان الصحيح المتوافق مع حركة الكرة لتلقي التمريرات من زملائه. لياقته العالية جزء من إمكانياته التي تتيح له المحافظة على حيويته طوال وقت المباراة، متعاون مع زملائه في كل الخطوط وينفذ خطة اللعب بأعلى درجات الإتقان. لعب في نادي الفيحاء وكذلك لعب لنادي الرائد، وأيضا ارتدى قميص نادي الفيصلي. محمد شحاري من مواليد 2009، الذي لعب للفيحاء والرائد قبل مجيء الفيصلي، حيث لعب في هذا الموسم قرابة 25 مباراة، صنع 9 وسجل هدف. محمد شحاري اسم قادم في سماء عنابي ستير، وقريبا المنتخب السعودي بحول الله عز وجل. أصدقائي، وقبل الختام، عصائر 1000 هي عصائر طبيعية تخدم الشباب والمناسبات، ولا سيما في مجيء وقت الصيف. فعصائر 1000 هي الوقت المناسب والحل للصيف. أصدقائي، كان معكم محمد إبراهيم من برنامج النجم الصاعد. ألتقيكم كل يوم ثلاثاء. كونوا سعداء.